العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. البلاد تشارك في معرض القاهرة للكتب. وزارة الزراعة تدعو للقيام بأعمال جادة لحماية التربة والمياه في المستقبل. الدراجون الإريتريون يحققون إنجازات باهرة في استحقاقات مختلفة. اعتراضات ليبية على توقيع حكومة الدبيب اتفاقا للغاز مع إيطاليا. مظاهرات في بوركينا فاسو تطالب برحيل القوات الفرنسية والتحالف مع روسيا. كوريا الشمالية تدين أمريكا بإرسال دبابات لأوكرانيا جريمة لا أخلاقية. مرحبا بكم. تشارك البلاد في معرض القاهرة الدولي 54 للكتاب الذي افتتح في 25 من يناير. وافتتح المعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وشاركت البلاد عبر سفارتها وجاليتها حسب المعلومات الواردة إلينا من هناك. واشتمل المعرض الإريتري على كتب تبرز التاريخ والموقع الجغرافي لإريتريا وثرواتها التراثية والطبيعية وتنوعها وكذلك جاذبيتها السياحية. وقدم سفير إريتريا في مصر السيد فاصل جبرسلاسي توضيحا في مراسم الافتتاح لكبار الضيوف. ويستمر معرض القاهرة الدولي 54 حتى 6 من فبراير القادم. عقدت وزارة الزراعة اجتماعا لتقييم أنشطتها المنفذة في عام 2022 ومناقشة جوانب القصور والنواقص التي شهدها القطاع الزراعي في ذلك العام، ووضع خطط مستقبلية. لمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي. وزارة الزراعة في 26 و 27 من يناير بعقد اجتماع في أسمرة لتقييم أنشطتها السنوية. وبموجب التقرير المقدم تم تنفيذ أنشطة حماية التربة والمياه على أكثر من 50,000 هكتار على الأراضي الزراعية وغيرها. وأوضح التقرير زراعة أكثر من 96% من أصل 512,000 هكتار بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية. وأشار إلى تنمية أكثر من 22,000 هكتار من الخضروات وأكثر من 4,600 هكتار من الفواكه. وذكر التقرير أن أسلوب التهجين الجديد بدأ يؤتي نتائج مرضية، حيث تم هذا العام تهجين 1500 من أبقار الألبان واختيار ثيران التزاوج من نوع الأبقار المحلية، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدفع به قدما مستقبلا. وبشكل عام ازدادت نسبة نمو أبقار الألبان ب11%، وعلى عكس ذلك انخفض العلف الأخضر نسبيا. ومن أهم التحديات التي شهدها العام 2022 نقص في متطلبات الدواجن، مما يدعو ذلك مربو الدواجن للقيام بأعمال تهجين دون انتظار الحكومة، وذلك بهدف توفير متطلبات البيض والدجاج. ويتوقع من ذلك لعب دور كبير لاستقرار أسعار البيض والدواجن. وفيما يتعلق بإنتاج النحل ارتفعت المناحل من 34,000 إلى 39,000 منحلة، ويجري العمل الجاد مستقبلا بتوسيع وأعمال المناحل الحديثة. وأفاد التقرير بأنه لا توجد ظواهر مقلقة بخصوص الصحة الحيوانية إلا ظاهرة نفوق الجمال التي وقعت في بعض مناطق البلاد، كما أن بعض المناطق شهدت نقص في الأدوية وقصور في التطعيم، ويجب تصحيح هذه الأخطاء فورا قبل استفحالها. وقد تم تطعيم 1.1 مليون من المواشي والدواجن ومعالجة أكثر من 383 ألف من الماشية. وأوضح التقرير أن البلاد لم تشهد العام الماضي أي ظواهر مقلقة فيما يتعلق بالآفات الزراعية المرتحلة إلا جراد الأشجار الذي ظهر في بعض مناطق القشبركة. وبصفة عامة تجري جهود جبارة لتحويل أساليب كيميائية لمكافحة الآفات والأمراض التي تضر بالحقول الزراعية بأساليب أخرى طبيعية. وناشد المشاركون للإسراع في توسيع المحاصيل الزيتية والدفع بأنشطة
وتجميع الحشائش للعلف وتشجيع زراعة العلف الحيواني الخالية من التربة والقيام بمقياس الفوائد ورعاية وصيانة السدود وتوسيع مخازن البطاطس وتأمين متطلبات أدوية الحيوانات والتطعيم وكذلك توفير الطاقة. وفي الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة سيد أرفاين برهم دعا للعمل الجاد من أجل حماية التربة والمياه واستخدام بذور مختارة وتوسيع تنمية البقوليات والمحاصيل الزيتية والحبوب وتجميع الحشائش وتهجين أبقار الألبان وتطوير تربية الدواجن ونشر المناحل وتوظيف خبراء الزراعة على مستوى القرى والضواحي وتوسيع مدرسة المزارعين بالإضافة إلى توسيع تنمية البطاطا المحسنة وتنمية إنتاج السماد الطبيعي ومكافحة الأمراض والآفات وكذلك تشجيع التجارب العملية. وقدم توضيحا مفصلا حول تقوية مشاركة الشباب والقضاء على مبيدات الحشائش وتوزيع وتنمية الذرة المهجنة وتأمين الأدوية والتطعيم المنتظم وكذلك منح اهتمام أكبر للمناطق البعيدة. وننتقل إلى أخبار أخرى، حيث تبرع الموظفون في مختلف مؤسسات الحكومة في الفترة من 23 وحتى 28 من يناير 330 كيس دم بهدف إثراء محتوى خدمات نقل الدم الوطني. وأوضح السيد محاري أبراهام مسؤول خدمات التبرع الطوعي للدم في بنك الدم أن الموظفين الذين تبرعوا بالدم هم من أعضاء مكتب هيئة الأركان العام بوزارة الدفاع بلزة والمكتب المركزي للجمارك وفروعه وشركة بادمي للإنشاءات والعقارات والتنمية والاتحاد الوطني لشباب والطلبة في مديرية 4 أسمرة ومديرية سنبل ومطبعة سابور وهيئة الاتصالات. وذكر السيد محاري أن التبرع بالدم لا يحتاج إلى نداء لكونه يخص كافة أفراد المجتمع بالتساوي، مشيدا بأعمال وزارة الصحة لاكتمال الأجهزة والقدرات البشرية الكفؤة بهدف إنجاح البرنامج. وناشد مساعد التمريض الذي يعمل في بنك الدم الوطني الشاب في السهيئة وبرهان المجتمع لتعزيز المبادرات النبيلة الهادفة إلى إثراء محتوى بنك الدم الوطني وزيادة الإدراك والوعي بأهمية التبرع الطوعي. وأوضح المشاركون في حملة التبرع بأنهم تبرعوا الدم مدركين أهميته في إنقاذ حياة المتضررين، متعهدين للتبرع بأكبر كميات في المستقبل. والتقت في المناسبة اللجنة الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي للدم المختارة في المؤتمر الوطني الرابع بأعضاء بنك الدم الوطني للتفاكر حول برامج عمل 2023 وتعزيز العلاقات بينهما. قامت جمعية الإعاقة الذهنية والجسدية في إقليم شمال البحر الأحمر بعقد سمينار في مديرية قلعلو حول مفهوم المرض وأهمية التآطر في الجمعية. وقال الدكتور في السهية أبراهام في مستشفى مصوع إن الفرص متاحة لالتحاق الأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية والجسدية إلى مائدة التعليم، مما يسهم ذلك في تغيير نظرة المجتمع في هذا الشأن. وأشار مسؤول العلاقات العامة في المديرية السيد سعيد سليمان أن البرنامج يلعب دورا كبيرا للتعرف على المصابين بالإعاقة الذهنية والجسدية ودعمهم أيضا، مؤكدا بوقوف إدارته إلى جانبهم. وأوضح المشاركون أن المعلومات المكتسبة تسهم في تعزيز فهمهم ومعارفهم، متعهدين للعمل بجدية لرعاية أطفالهم. وتم في المناسبة التعرف على أحد الأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية وتأطيرهم تحت رعاية الجمعية. حقق الدراجون الإريتريون في السباقات التي جرت في 29 من يناير إنجازات باهرة. توج دراج بنيام قرماي أحد أفضل الدراجين الدوليين بالميدالية الفضية بإحرازه المركز الثاني في سباق يوم واحد استضافته إسبانيا. وقد حقق قرماي هذا الإنجاز في سباق اليوم الواحد الذي امتد إلى 141.6 كيلومترا في سباق السرعة القصوى النهائي، عاكسا بذلك إمكانياته الكبيرة، فيما حصد دراجون نادي انترمارشي البلجيكية ثمار جهودهم الجبارة التي بذلوها للالتحاق بالمجموعة المنفردة. الجدير بالذكر أن الدراج الإريتري بنيام قد توج بالميدالية البرونزية في سباق يوم واحد استضافته إسبانيا أيضا.
في غضون ذلك حاز الدراج الإريتري هينوك أملؤ برهان بالمركز الثاني في سباق المرحلة الأخيرة من طواف الغابون الدولي. وفاز دراج منتخبنا الوطني في سباق المرحلة الأخيرة من طواف الغابون الذي امتد إلى 130 كيلومترا. أخليل الرفايني في المركز الثالث عشر، وإفريم جبرهوات في المركز السادس عشر، وداويت يماني في المركز الثامن عشر، ونتنائيل برهاني في المركز 21. وبموجب سباق المراحل السبعة حجز نتنائيل برهاني وداويت يماني المركزين الرابع والخامس على التوالي في مجموع نقاط سباق السرعة القصوى، فيما جاء هينوك في المركز الثالث في مجموع النقاط. كما فاز الدراج هينوك بالمركز الثالث في سباق أفضل شاب، ولا سيما أخليل الرفايني في سباق صعود الجبال. كما جاء المنتخب الوطني في المركز الثالث تاركا المركزين الأول والثاني لناديي توتال إنرجي وبينغول. من جهة ثانية فاز الدراج الإريتري المخضرم متكل إيوب بالمركز الثالث في سباق سارجا المقام في الإمارات العربية المتحدة. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. عبد الحميد الدبيبة أمس السبت اتفاقا لاستخراج الغاز مع إيطاليا وسط اعتراض وزير النفط بالحكومة محمد عون. وقال الدبيبة إن استقرار ليبيا سيؤدي إلى إنهاء المراحل الانتقالية والعبور إلى الاستقرار الدائم عبر الانتخابات وطنية نزيهة وشاملة. بينما قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تأمل التزام حكومة الدبيبة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع ما يمكن فضلا عن مكافحة الهجرة. وقال رئيس مجلس إدارة إيني كلاوديو ديساسكالي قبل مراسم توقيع رسمية حضرتها ميلوني والدبيبة: نحن هنا لتوقيع أهم اتفاق في السنوات العشرين الأخيرة. وأعلنت المجموعة الإيطالية العملاقة في بيان إنه أكبر مشروع يتم تطويره في ليبيا منذ العام 2000 في الحقلين البحريين القادرين على إنتاج ما بين 750 و 800 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم اعتبارا من 2026. إلى ذلك قال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مع ميلوني أمس إن الموقف الإيطالي واضح ويتمثل في تأمين الأوضاع في البحر المتوسط وتخفيض التوتر. تظاهر آلاف الأشخاص يوم السبت في وغادوغو العاصمة بوركينا فاسو مطالبين برحيل القوات الفرنسية عن بلادهم والتحالف مع روسيا. وردد المتظاهرون المؤيدون لرئيس المجلس العسكري الحاكم إبراهيم تراوري شعارات تندد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبسياسات فرنسا في أفريقيا. وتأتي هذه المظاهرات بعد أيام من إعلان باريس أنها ستسحب قواتها من بوركينا فاسو امتثالا منها لطلب المجلس العسكري الحاكم التي أمهلها شهرا. ويحمل المحتجون فرنسا الوضع الأمني المتدهور في البلاد وبعض الدول المجاورة التي تنشط فيها جماعات مسلحة. ولدى فرنسا قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو وكتيبة مكونة من قرابة 400 جندي من القوات الخاصة. ومنذ عام 2015 يشهد هذا البلد الأفريقي هجمات متصاعدة لجماعات مسلحة تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ما يقارب من 2,000,000 شخص. انتقدت كوريا الشمالية لليوم الثاني على التوالي قرار أمريكا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا ووصفتها بأنها جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إبقاء الوضع الدولي غير مستقر. وقال مدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية كون تشونغ كيون في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن مزاعم واشنطن بأن كوريا الشمالية
قدمت أسلحة إلى روسيا هي شائعة لا أساس لها، وذلك لتبرير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا. وجاء في البيان أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية بأي ثمن في تجاهل لقلق وانتقادات المجتمع الدولي. هذه جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إبقاء الوضع الدولي غير مستقر. ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي بأن يرسل إلى كييف 31 دبابة من طراز أبراماز، وهي إحدى الدبابات القتالية القوية والمتطورة للجيش الأمريكي، لكن عملية تسليم هذه لن تتم قبل أشهر عدة بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي. وقد نددت كيم يونغ جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية من طراز أبرامز إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن تتجاوز الخط الأحمر لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة. يذكر أن روسيا تعد إلى جانب الصين أبرز الحلفاء القلائل لكوريا الشمالية على الساحة الدولية. قتل 40 شخص على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسب ما أعلن ممثل الحكومة الأحد. كما أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن الشرطة بأن 10 أطفال لقوا حتفهم اليوم إثر انقلاب قارب في شمال غرب باكستان. وفيما يخص الحادث الأول، قال حمزة أنجوم أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث إن الجثث لا يمكن التعرف عليها، مشيرا أنه يجري نقلها إلى كراتشي لأخذ عينات من الحمض النووي. وبعد التعرف على الجثث سيتم تسليم الجثث لذوي الضحايا. وأضاف أنه تم إنقاذ 3 ناجين، موضحا أن الحافلة كانت تقول 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره. وتعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية. ولقى ما لا يقل عن 22 شخص بينهم 9 أفراد من عائلة واحدة حتفهم في يونيو الماضي عندما سقطت سيارة في واد عميق في بلوشستان. ولقي 10 أطفال مصرعهم الأحد عند قاربهم في بحيرة في شمال غرب باكستان، حسب ما أفاد الشرطي محلي لوكالة فرانس بريس. وقال الشرطي مير راوف إن كل الضحايا الذين عثر عليهم في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خير بختونخو تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما. وأوضح أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية. وأضاف أنه تم إنقاذ 11 طفلا بينهم 6 في حالة خطرة. وكان القارب يقول ما بين 20 و30 طالبا كانوا في رحلة ميدانية. ختام النشرة إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. البلاد تشارك في معرض القاهرة للكتب. وزارة الزراعة تدعو للقيام بأعمال جادة لحماية التربة والمياه في المستقبل. الدراجون الإريتريون يحققون إنجازات باهرة في استحقاقات مختلفة. اعتراضات ليبية على توقيع حكومة الدبيبة اتفاقا للغاز مع إيطاليا. مظاهرات في بوركينا فاسو تطالب برحيل القوات الفرنسية والتحالف مع روسيا. كوريا الشمالية تدين أمريكا بإرسال دبابات لأوكرانيا جريمة لا أخلاقية. ختام النشرة قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا.